الديني. النهارده بقى مصر بتحذر اسرائيل بلهجه قويه جدا وجامده جدا ان طول ما انت شغاله في العمليات العسكريه ده بيهدد امن واستقرار المنطقه، وبالتالي هيكون ليه تداعيات على الامن والاستقرار الاقليمي في المنطقه. وكمان في البيان مصر شددت على انها مش هتقبل باي انتهاكات للحدود المصريه او حتى زياده المعاناه الانسانيه في غزه. البيان ده عايز يوصل للعالم كله ان مصر هي اللاعب القوي الاهم في المنطقه، وبرضه قدام العالم الغربي او العالم العربي فهي بتضغط على اسرائيل وبتقول لها ان انا الوسيط الاساسي لاي مفاوضات في الملف ده، وان اي تجاهل منك يا اسرائيل في الرد على المفاوضات الخاصه بالملف ده هيخلي الامر يزداد صعوبه وتعقيدا. وكمان بيان زي كده من مصر ده بيكون حجه وبيدي فرصه للدول اللي لسه حاطه ايديها في الميه البارده ان هي تضغط على اسرائيل دوليا، وان شاء الله ربنا ينصر مصر دائما وابدا. بس قبل ما اختم معاكم الحلقه عايز اسال حضراتكم سؤال وتجاوبونا عليه في التعليقات. هل اسرائيل هتاخد تحذير مصر على محمل الجد وتوقف العمليات العسكريه، ولا هتتجاهل التحذير ده تمضي قدما في العمليات العسكريه بتاعتها؟ سؤال مهم جدا حابب اعرف رايكم عنه في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.